كتاب بيعتبر من أخطر وأغرب الكتب في التاريخ، واللي لحد النهاردة بيثير جدل وخوف بين الناس. النهاردة هنفتح معاكم بوابة لعالم مليان غموض ورعب عن القصص الغامضة والمرعبة اللي اتحكت عنه. الكتاب ده هو شمس المعارف الكبرى، حقيقته وأحداث وأسرار هنكتشفها إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده. بس في حاجة مهمة جدا قبل ما أبدأ، بلاش لو أنت طفل صغير أو شخص بيخاف تتفرج على الفيديو، لأنه الفيديو ده مليان بأحداث غامضة ومرعبة. شدوا معايا أحزمة الأمان ويلا بينا نبدأ. شمس المعارف هو واحد من أشهر الكتب في العالم العربي والإسلامي اللي بيتكلم عن السحر والعلم الروحاني. الكتاب ده بيرجع للشيخ أحمد بن علي البوني، وبيحتوي على مجموعة من الوصفات والطقوس السحرية بتدعي إنها بتمكن الإنسان من التواصل مع العالم الآخر، وكمان السيطرة على الجن والأرواح. اتكتب في القرن ال13 الميلادي، وكان معروف عن الشيخ البوني إنه كان عالم فلك ورياضيات، وكمان عزيزي المشاهد كان ليه اهتمامات كبيرة جدا بالعلم الروحاني والسحر. وبيجمع الكتاب ما بين العلوم المختلفة والتجارب الشخصية للشيخ البوني، وده سبب من الأسباب اللي خلت الكتاب مميز ومثير للاهتمام. الكتاب مقسم لأجزاء كتيرة، كل جزء بيحتوي على وصفات وطقوس مختلفة، ومن أشهر أجزاء الكتاب هي الوصفات اللي بتستخدم الطلاسم والحروف والأرقام، أستغفر الله العظيم، لجلب الحظ والرزق. كمان في وصفات بتستخدم للتواصل مع الجن والأرواح. بيحتوي على مجموعة من الأدعية والتعاويذ اللي بتستخدم للحماية من الشرور والأذى. في شاب صغير كان عنده شغف كبير بالكتب والسحر، وقرر انه يقرا الكتاب. وفي البداية كان كل شيء طبيعي، كان مبسوط جدا بالمعرفة الجديدة اللي اكتسبها، لكن مع الوقت بدأ يحس بوجود كائنات غريبة حواليه، بيسمع أصوات وهمهمات مش مفهومة، لحد ما في يوم ظهرت الكائنات أو الأشباح دي قدامه وبدأت تخوفه. هنا عزيزي المشاهد أدرك انه في كارثة كبيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا تقدر ليه. اضطر انه يستعين بشيخ علشان يتخلص من التأثيرات السلبية اللي بدأت تظهر له وتحصل له. ده كله حصل له بسبب قراءته للكتاب. فضل الشيخ يقرأ عليه ويرقيه لحد ما خف. في قصة تانية كانت بتقول ان في واحد بيدور على كنز مدفون في مكان مهجور، والشخص ده سمع عن كتاب شمس المعارف وقرر يستخدمه عشان يكتشف مكان الكنز. في كل مرة كان بيحاول يوصل للمكان كانت بتحصل له حاجات غريبة بتخوفه وبتمنعه عن الوصول. وفي النهاية قرر الشخص ده انه يسيب فكرة البحث عن الكنز ده، طبعا خوفا على حياته. على مر السنين الناس كانت بتنقسم لنوعين، في اللي بيقول ده مجرد كتاب عادي مش اكتر، وفي ناس تانية بتآمن ان الكتاب ده فعلا فيه سحر، استخدامه بيؤدي لأحداث مخيفة ومرعبة. تم عزيزي المشاهد منع تداول الكتاب ده في بلاد كتيرة، وده بسبب المخاوف من تأثيره السلبي على الناس، وكمان بسبب الاعتقاد على انه بيحرض على اعمال السحر والشعوذة. خطورة كتاب زي ده مش بس في انه بيتكلم عن السحر والعلوم الروحانية، لكنه كمان بيعتبر واحد من اخطر الكتب اللي عرفها الانسان على مر التاريخ. ده طبعا بسبب تأثيره على العقل والمخاوف اللي بتحيط بيه، زي عندك الأرق والكوابيس. كتير من الناس اللي حاولوا يقرأوا كتاب شمس المعارف الكبرى بيحكوا عن تجربة مؤلمة مع الأرق والكوابيس اللي كانت بتحصل لهم. والتعويذات اللي في الكتاب بتحتوي على أسماء وكلمات غريبة بتثير الخوف والقشعريرة في قلب القارئ، وبتدخله في حالة نفسية صعبة جدا. كمان الكتاب بيخلق الخوف المستمر عند الشخص اللي بيستخدمه. الناس بتبقى حاسة دايما إن في شيء بيطاردهم أو إنهم معرضين للخطر. وواحدة كمان من أكتر الأمور اللي بتخوف في كتاب شمس المعارف هي الطقوس والوصفات اللي بتدعي إنها بتسمح للشخص في إنه يتواصل مع الجن. خلي بالك عزيزي المشاهد، استخدام الطقوس دي بيكون خطير جدا، لأن الجن ممكن يتلاعب بالشخص ويحاول إنه يأذيه. وكتير من القصص اللي اتحكت بتتكلم عن ناس استخدموا الكتاب واستدعوا الجن فعلا، لكنهم ما قدروش إن هم يتحكموا فيهم وتعرضوا لأذى كبير جدا. عزيزي المشاهد، اللي بيقرأ الكتاب ده
كتير من الأحيان بيتحول لشخص منعزل بيبعد عن أهله وأصحابه، وده بسبب الانشغال الدائم بقراءة التعويذات اللي موجودة في الكتاب. وطبعا العزلة دي بتخليه يفقد علاقاته الاجتماعية. في النهاية مهما كانت حقيقة كتاب شمس المعارف، هيفضل واحد من الكتب اللي قدرت تثير فضول وخوف الناس على مر السنين. يا ريت لو عندكم قصص أو تجارب شخصية مع الكتاب ده تشاركوها معانا في التعليقات. ونصيحة شخصية من أخوكم، بلاش يا جماعة تبحثوا أو تقرأوا الكتاب ده. والله يا جماعة حصلت لي حاجات غريبة جدا وأنا بصور الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. الله غالب. سلام.